السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة من الصيدلية. هنتكلم عن علاج لضعف الانتصاب. من أشهر الأنواع لعلاج ضعف الانتصاب نوعين هما الأشهر والأغلى، أو من الأغلى يعني طبعا، ومن أشهر الأنواع. طبعا النوعين عبارة عن مادتين مختلفتين ولكن بيأدوا نفس الغرض، اللي هما بيعالجوا ضعف الانتصاب. آه، طبعا النوع الأول اللي احنا بنتكلم عنه ومشهور طبعا الفياجرا. والنوع التاني اسمه سياليس. طبعا برضو من الأنواع المشهورة والمعروفة. طبعا لهم بدائل كتير بنفس المادة، رغم ان كل واحد ليه مادة فعالة مختلفة عن التاني. أول نوع معانا النهاردة فياجرا. طبعا نوع مشهور، هو من مادة السلندافيل. أعلى تركيز منه بيبقى 100. طبعا ليه تركيزات أقل، وطبعا دي بتكون أعلى جرعة ممكن تاخدها منه. العلبة فيها 4 أقراص. آه، القرص سعره 36 جنيه. آه، العلبة ب144 جنيه على بعضها يعني كاملة. طبعا ممكن بتتباع على بعضها، وممكن بيتم تجزئتها يعني في الصيدليات عادي. لو انت عاوز قرص بيقصلك منها عادي. آه، السيالس طبعا تركيزها بيبقى 20. أعلى تركيز فيها بيبقى 20 مللي جرام. طبعا ده مش معناه إن هي القرص من هنا قد القرص من هنا، أو القرص هنا قد القرص هنا 5 مرات. طبعا لأ، ده تركيز معين من مادة معينة. طبعا دي مادة تدلافيل. بتبقى أعلى تركيز فيها 20. يعني ده مش معناه إن دي اقل من دي. الاتنين بيأدوا نفس الغرض، ولكن ايه الفرق اللي بينهم لازم نعرفه، وايه الجرعة بتاعتهم. الفرق اللي بينهم من مادة الفياجرا يعني بتقعد بتاخدها قبل الاكل، بتتأثر بالاكل، فطبعا بتاخدها قبل الاكل بحوالي نص ساعة او ساعة. برضو عشان تشتغل لازم تتاخد قبل العلاقة بنص ساعة او ساعة. بتفضل مستمرة يعني من 4 إلى 8 ساعات. ولكن طبعا لو قعدت يعني بتشتغل بعد ساعة، بتبقى بتدي مفعول، يعني تبدأ مفعولها يشتغل من نص ساعة لساعة. ممكن تاخد وقت شوية، ولكن في خلال 4 ساعات أو من 4 ساعات ل8 ساعات هي شغالة يعني معاك. ممكن ما تقعدش التمانية، ممكن تكمل التمانية. يعني على حسب، بتختلف من شخص لآخر. مادة قصدي أما النوع التاني اللي هو السيالس، طبعا دي بقى بتقعد لمدة 36 ساعة، يعني بتقعد يوم ونص. بيفضل المفعول بتاعها مستمر يوم ونص، يعني 36 ساعة، يعني 24 ساعة اللي هو يوم، و12 ساعة في اليوم التاني يعني نص اليوم. طبعا دي بتبقى مناسبة للناس اللي هم مثلا نازلين أجازات أو كانوا مسافرين ولسه نازلين أجازات، أو في موسم الأعياد والحاجات من دي. فطبعا بتبقى دي أكتر مناسبة، بدل ما تفضل تاخد قرص بقرص بقرص بقرص. طبعا مادة طبعا السيالس مش بتتأثر بالأكل زي الفياجرا. فممكن تاخدها عادي مع الأكل أو بعد الأكل أو قبل الأكل، مش هتفرق، مش هتأثر معاها يعني. الأكل ما بيفرقش، إنما الفياجرا لازم تاخدها على معدة فاضية قبل الأكل بحوالي ساعة أو نص ساعة، يعني ما تزيدش المدة، ما تقلش عن نص ساعة. ولكن الأفضل يبقى ساعة. آه، السيالس عادي ممكن تاخدها من غير اكل او باكل، او انت بتاكل مفيش مشكله، ما بتتاثرش بالاكل. طبعا تمنها زي ما احنا قلنا 200 ثواني 237 تقريبا. ثواني نشوف. تقريبا ب 237 جنيه، مش تقريبا، ده مظبوط. 237 جنيه. آه، يعني القرص عامل حوالي، فيها قرصين بس، ب100 و118 ونص. برضو ممكن تتباع بالتجزئة. برضو ممكن صيدليات تبيع تجزئة، وممكن صيدليات بتبيع العلبة كاملة. آه، طبعا الاتنين بيأدوا نفس الغرض،
وطبعا الاتنين ممتازين جدا، ليهم بدائل كتير جدا برضو بتأدي نفس الغرض، ولكن ممكن تكون بتأدي يعني بشكل أقل، حاجة بنسبة قليلة يعني. آه، ولكن برضو كويسين طبعا. بس لو جيت بالنظر للسعر، دول الأعلى سعر. بتلاقي الفروقات التانية يعني نص الأسعار دي وأقل من نص كمان البدائل الأخرى ليهم. ولكن دول الحاجة اللي هي أول حاجة بتتعمل من المادة دي، وبعد كده بيبدأ يشتغل معاها. برضو طبعا في الحلقات الجاية هنجيب لكم الأنواع التانية، وكل واحد طبعا يشوف المناسب ليه من حيث الأسعار، عشان ما تبقاش فيها تكلفة. احنا بدأنا لكم بأعلى النوعين، وبعد كده هنبدأ بالبدائل الأرخص. تابعونا إن شاء الله. وفي حلقات كتير طبعا في برضو شرح بالأسعار وكل حاجة إن شاء الله. أي استفسار بنرد عليكم في التعليقات. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. طبعا هنا هنبدأ نتكلم عن الآثار الجانبية ليهم. طبعا الآثار الجانبية ليهم الاتنين مشتركة، أو لأي حاجات ضعف الانتصاب، أي حبوب أو أقراص لضعف الانتصاب طبعا بتعمل صداع، آم، احمرار في الوجه، دوخة. ممكن تعمل دوخة أو زغللة في العين، يعني مش دوخة، ممكن تعمل زغللة في العين كده. ممكن تعمل حرقان في الصدر كده، تحس ان في حرقان زي حموضة، او عندك حاجة لهلبة كده في الصدر. آه، طبعا مش لازم كل واحد يحصل له كل الأعراض الجانبية، يعني مش لازم الأعراض الجانبية دي كلها تظهر لكل واحد. ممكن تظهر لواحد عرض أو اتنين، وممكن ما تظهرش خالص. برضو لو حصلت ما تقلقش، يعني ده بيبقى عرض بس من الدواء. حصل صداع، حصل دوخة، حصل زغللة في العين، احمرار الوجه، ده طبيعي. يعني دي أعراضها الجانبية. طبعا ما بتتجاوزش الجرعة المسموح بيها طبعا. الممنوعين منها مرضى القلب والذبحة الصدرية. طبعا برضو ما تنسوش استشارة الطبيب. برضو إن كنت متابع مريض سكر، مريض قلب، مريض كده، لازم تستشير طبيبك الأول قبل ما تاخد أي علاج. لازم تسأله. في نهاية الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أي استفسار اكتبوه لنا في التعليق، سواء خاص بعنوان بحلقة النهاردة يعني، أو على أي دواء، أو أي سؤال عن أي حاجة، أو حاجة ناقصة وبتسأل على بدايلها. ممكن نرد عليك إن شاء الله في الكومنتات. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.